النقطة التي تحسم الجدل بين رونالدو وميسي. تستمر المقارنة بين أعظم صراع في تاريخ كرة القدم حتى بعد الاعتزال. ميسي ورونالدو أنجزا كثيرا وبقيا في القمة لسنوات طويلة. ميسي بعد أن ربح مع المنتخب الأرجنتيني كأس العالم اكتمل رصيده الكروي وامتلأت خزينته وبات على رأس هرم كرة القدم حسب رأي الجميع. ميسي من وجهة نظري حقق كل شيء في كرة القدم، من دوري لكأس لدوري أبطال لكأس العالم. ميسي ختم كل شيء في كرة القدم وبات هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من وجهة نظري. أما كريستيانو رونالدو لم تنجح تجاربه المونديالية، فقد كان وصوله نصف نهائي في 2006 أكبر إنجاز، لكن إذا دققنا سنجد أن البرتغال لا تملك أثر أو تاريخ يذكر في هذه البطولة. لذلك من الصعب مقارنة المنتخب البرتغالي بالمنتخب الأرجنتيني بلقبي قبل 2022. أول كان كأس العالم 1978 بقيادة الأسطورة ماريو كيمبيس، والثاني كان 1986 الذي سمي مونديال مارادونا. كريستيانو رونالدو حقق بطولة اليورو 2016 مساهما ب6 أهداف من أصل 9 سجلها المنتخب البرتغالي بين صناعة وتسجيل. أضاف أن زملائه قاتلوا من أجله كما فعل زملاء ميسي في مونديال قطر، وهذا كافي على الصعيد الدولي. واليورو ليس أضعف كأس من كأس العالم، بل متقارب كحدة وتنافسية. ولكن من وجهة نظري ان ميسي افضل لاعب في تاريخ كرة القدم. ميسي حقق كل شيء مع نادي برشلونة وحقق كأس العالم مع المنتخب الارجنتيني. كنا نقول اذا ميسي حقق كأس العالم سوف يختم كرة القدم، وحقق كأس العالم وحقق كوبا امريكا مع المنتخب الارجنتيني. ليو ميسي ختم كل شيء في كرة القدم واصبح النمبر 1 في تاريخ كرة القدم.